مستمرين معاكم في متابعة المسلسل السوري اللبناني كريستال. بس قبل ما ابدأ معاكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب او اشتراك في القناة لو مش مشتركين. يلا بينا نشوف الاحداث الجديدة. طلال كان منتظر بيان قدام البيت، وطبعا بدأ ياخد منها فلوس بحجة ان خالته مريضة، وبيان بدأت تسمع كلام طلال انها ست جميلة واصيلة وبتفرح جدا بالكلام ده، وطبعا بيقول لها ان قليل اللي زيك في الدنيا. وبدأ يجي على نقطة ضعفها انها ما بتسمعش كلمة حلوة. ورد قررت انها تحتفظ بالطفل، وكمان قررت انها تجيب تقرير مزيف علشان تقول انها حامل، بس الحمل ثابت، وكل ده علشان تتجوز تامر. تامر شاف رفيف كانت ماشية في الشارع، راح وراها بالعربية، قال لها أكيد أختك هتدفع الفلوس. قالت له أنت إنسان معتوه. قال لها أنت بقى حقي هاخده منك إزاي؟ قالت له أنا نفسي أعرف أختي عجبها فيك إيه. مشيت وسابته. قال لها إحنا جيران، ما تيجي أوصلك. ما ردتش عليه. سمير كان بيرش الجنينة، وبعدين جاله أبو أوس قال له أنا جيت علشان أزور نسيبي. قال له ابنك مش هنا ومفيش نسب بينا. جت رفيف قال له ادخلي على البيت على طول. بعدين بيقول له شايف صور ابني مع الست عالية في كل مكان، لكن بنتك كانت صورها مع الدكتور بفضيحة كبيرة. العم سمير ما استحملش الكلام وبدأ يقع في الأرض. كانت في قاعدة مع باسل، ولما نام قررت تنزل. اتصلت بيها رفيف وقالت لها حماكي المصون مع أبوكي ومعصبه كتير. نزلت فاي لقيت أبوها واقع على الأرض، والتاني كان بيحاول يجري، لكن لما شافهم ملمومين حواليه اضطروا انه يقف. ورد قررت انها تحتفظ بالطفل، وفي نفس الوقت خايفة على نفسها من المخاطر اللي ممكن تحصل لها. في أخدت أبوها على المستشفى هي وندى ورفيف، كان عنده أزمة قلبية. جت ورد تزعق مع في وتقول لها عمل ايه الراجل ده في بابا. ندى بتقول لها هو أبوك لوحدك؟ أبونا كلنا، اهدي شوية. جه الدكتور جواد. في الوقت ده خرجت في من المستشفى، ما كانتش قادرة تتكلم. الدكتور جواد سأل رفيف على في، قال لها انتوا لحقتوه في اللحظة الأخيرة. وبعدين قالت له ان في نزلت لأن أعصابها تعبانة. عالية راحت المستشفى وقالت لأوس استناني أنا مش هتأخر. راح أوس يركن، وفجأة شاف الدكتور جواد في وشه. بدأ يقول له في فين يا أوس؟ قال له انت بتسأل عنها ليه؟ قال له ده مش وقته، أبوها في العناية المشددة ولازم تيجي دلوقتي. جت عالية وبعدين عرفت من الممرضة إن أبو في المستشفى وحالته كانت تعبانة، والدكتور جواد هو اللي أنقذه. نزلت عالية وهي متضايقة كتير. جواد هو وأوس بيتخانقوا، مسكوا من الجاكيت أوس، قال له دي التالتة يا دكتور. طبعا جواد ملقاش غير نفسه بيضرب أوس وعوره ووقع في الأرض. فايش لما شافت الموقف جريت على أوس وحضنته وقالت له هو عمل ايه يا دكتور جواد؟ عالية شافت الموقف كانت واقفة مصدومة. روحت عالية وكانت تعبانة جدا. رحاب بتقول لها أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة مهمة. بتقول لها مش عايزة أسمع أي حاجة. بتقول لها بس الكلام بخصوص الدكتور جواد. قامت بسرعة من مكانها وبدأت تقول لها في بتقول مع أختها إنها شافت الدكتور جواد بحلمها. جواد كان قاعد مع أخوه وبيتكلموا، وأخوه كان بيستدرجه زي ما أمه قالت له أعرف لي منه في مشكلة بينه وبين عالية ولا ماله. في جريت على أوس بسرعة، وجواد كان بيفتكر اللحظة دي وغيران كتير عليها. عالية جالها حالة هستيرية من الضحك لما سمعت كلام رحاب. قعدت تضحك ومش قادرة تسيطر على نفسها. تقول لها انتي بتقولي ايه؟ بتقول لها انا سمعتهم بوداني. فجأة
صرخت فيها وقالت لها اخرجي بره. بعد ما طردتها بدأت تحدف كل حاجة قدامها، وحالتها كانت صعبة كتير. أخو جواد بيقول له في حاجة بينك وبين عليا؟ السلطانة لميا عايزة تعرف، وقالت لي إن أنا أسألك من غير ما تقولك أي حاجة. قال له أمي مش عارفة أي حاجة، المشكلة مش عالية خالص. قال له لو تقيل عليك شوية رئاسة المستشفى ممكن تخفف عنك الشغل حبة. بدأ يقول له اللي تقيل عليا اللي جوايا مش رئاسة المستشفى، أنا مش لاقي اسم للي جوايا، يعني مش بسبب عالية خالص. وبعدين بيقول له طيب أمال مين؟ سكت جواد. ورد وفاي روحوا البيت. فاي قالت أنا مش هستحمل، هغير هدومي واروح على طول على المستشفى لبابا. جت هبة وطلال، وبعدين هبة بتقول ايه اللي حصل بين أوس وبين الدكتور جواد؟ أوس كان بقه متعور. ردت وقالت لها مفيش، كان مجرد كلام عادي. مشيت هبة وطلال. بعدين رفيف بتقول النهاردة من غير سبب، وهيستمر الخناق بينهم لإمتى؟ أوس كان مع أبوه، بعدين بيتخانق معاه ويقول له إياك إنك تتخانق تاني مع العم سمير، ولازم تحسن كلامك معاه، أنا مش عايزك تكلمه كلمة تجرحه تاني، ابعد عنه بقى. رد أبوه قال له هو من إمتى كان عمك؟ قال له مالكش دعوة بيه تاني، وساب البيت ومشي. اتصل بفاي، كانت مترددة إنها ترد، وبعدين وقفت بره علشان تكلمه. قال لها أنا على الباب منتظرك، أرجوكي تطلعي. فاي قالت له خلاص أنا هخرج. خرجت. واد لسه بيتكلم مع أخوه وبيقول له أنا بالنسبة لها الدكتور جواد حبيب الست عالية، وكمان البنت ما تقدرش تناديني حتى باسمي لحد النهاردة. قال له أنت بتحبها؟ قال له أنا حاولت كتير إن أنا أهرب بس للأسف ما قدرتش، أنا شاب قليل التجربة دلوقتي، أنا عشقت. فاي واقفة مع أوس وبعدين بيتكلموا، حضنها وقال لها آسف على كل حاجة عايشتها لك بسببي، أرجوكي اوعي تسيبيني. حضنها. الدكتور جواد كان جاي على البيت، وبعدين شاف فاي وهو حضنها، بقي يبص لها وهو متضايق كتير ومصدوم. وهي كمان لما شافت الدكتور جواد اتصدمت صدمة كبيرة جدا. تاني يوم فاي بتقول لندى أنا هروح للست عالية أطلب منها إذن ليا وليكي علشان حالة بابا، وكمان أنا هخش أطمن على ورد، من الصبح معدتها وجعاها ومش قادرة تروح الشغل. ورد جابت اختبار حمل وكانت بتشوف نتيجة الحمل، وبعدين بيان بتقدم القهوة لحماتها، بتقول لها تايمر جه متأخر، قالت لها شوية. تحب أشد ودنه؟ قالت لها لأ ما تتكلميش معاه. جه ابنها الكبير، قالت له أنا نمت نوم عميق جدا امبارح، كنت مبسوطة كتير، أخين سهروا مع بعض وكانوا مبسوطين، ما كنش مبسوطة ليه. قال لها احنا اتكلمنا مع بعض، مش عاوزة تعرفي اتكلمنا في ايه؟ قال لها ابنك الصغير عشقان بيحب، بس للأسف اللي بيحبها مش عالية خالص، بنت تانية. اتصدمت الست لميا. ورد كانت بتعيط وبتقول لفاي أنا حامل، نتيجة التحليل ظهرت، انتي لازم تقفي جنبي. قالت لها ازاي؟ يعني تتكلمي مع الدكتور جواد بما انك قريبة منه وليكي كلام معاه، وتقولي له ان لازم تامر يصلح الغلطة دي، لازم يتجوزني. الست لميا لسه بتفكر يا ترى مين البنت دي. جواد كان بيفكر في فاي لما شافها هي وأوس بالشارع حاضنين بعض. عالية تفكر في جواد، وبعدين جالها اتصال منه، قال لها
لازم نتقابل ونتكلم مع بعض شوية النهاردة. قالت له أكيد، هرتب شغلي وأكلمك. وبعدين اتصلت برحاب، قالت لها هاتيلي أوس وفي، أنا منتظراهم في الصالون. في كانت قاعدة مع ورد، بتقول لها ليه حق تامر يلعب بيا؟ انتي اختي ومش عايزة تساعديني ولا تقفي معايا. قالت لها انا هعمل لك ايه؟ انا سألتك، انا مطلوب مني اساعدك ازاي يا ورد؟ ردت ورد وقالت لها صعب عليكي كتير ان انتي تتكلمي مع الدكتور جواد. قالت لها انا فهمتك خلاص يا في، انتي عايزاني اجهض الطفل يعني؟ قالت لها اصبري يا ورد، لازم نشوف حل. وبعدين رحاب جت وقالت لها ان الست عالية منتظراكم في الصالون دلوقتي، انتي وأوس. خرجت في. عالية بتفكر في كلام رحاب، وقررت قرار كبير جدا انها تبعد جواد عن في نهائي. وبعدين قالت لهم انا طلبت ان انا اتكلم معاكم. عالية بتقول لأوس والفي انتوا عارفين عمال قد ايه كانوا شغالين عندي في كل دور في البيت قبل ما انتوا تيجوا يعني، وكلهم مشيوا. عارفين مشيوا ليه؟ رد أوس وقال لها يمكن اتطردوا. قالت له لأ، كان بابا دايما بيجوزهم ويجي غيرهم ويجوزهم، وانا قررت اعمل زيه. انا عايزة اجوزكم وهبدأ تجهيزات الفرح من دلوقتي. اتصدمت. الدكتور جواد وصل. أوس قام من الفرحة، حضن في، قالها أخيرا هنتجوز. وبعدين الدكتور جواد لما دخل شاف أوس بيحضن في، كان مصدوم صدمة كبيرة. عالية بتقوله في وأوس هيتجوزوا، مش باقي منك غير انك تقول مبروك. يلا يا جواد. رد أوس قال لها لأ، كأنه قال بالظبط لما حضر. افتكروا في هتوافق بجوازها من أوس، والدكتور جواد هيفضل ساكت ولا هيعترف بحبه؟ عايزاكم تكتبولي في الكومنتات. ولو عجبتكم أحداث الحلقة ما تنسوش تعملولي لايك، سبسكرايب أو اشتراك في القناة لو مش مشتركين. شكرا ليكم على المتابعة يا أغلى متابعين.